مساء الخير، مساء الحب، مساء الورد عليكم. راح أحول قطعة كاربت قديم إلى دواسة تخبل كيوت. أول شي ذن الخيوط اللي راح أستخدمهم خيوط الصوف. عندي هاي قطعة كاربت قديم راح أقصها. خطيتها أني بقلم بهذا الشكل على شكل بيضة وأنا ردتها، وهسه راح أقصها وأرجع لكم. راح أستخدم للقص الشفرة، لأن المقص ما راح يقصه لأن ثخين. فعندي هاي الشفرة حادة وبسرعة تقص، راح أقص فيها. هسه بعد ما قصيته بهذا الشكل البيضوي، أنا رايته هيج شكله، انتم حسب ايش تردون شكله، مربع، دائري، كيفكم حسب رغبتكم. هسه عندي ذني خيوط الصوف. شوفوا شلون راح أسوي الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة. أحطه هيج على صابعي، أثبته وألفه بهاي الطريقة. راح أحسب 40 مرة ألفه، يعني كل وحدة أسويها أحسب 40 مرة حتى يكونون بقياسات متساوية. طبعا هي أكو بنية سألتني قالت لي إيش راح تسوين بهاي خيوط الصوف. من نشرت الفيديو مال مشترياتي كان الموجودات هن وياه، وقالت لي بما راح تستخدميهن، فأنا اشتريتهن لهذا الشي رح أسوي فيه. هسه بعد ما خلصت 40 مرة لفيته راح أقصه بالمقص. راح أجيب الخيط هو نفسيته من نفس اللون، راح أدخله من بين أصابعي هيج من النص، يعني حتى شنو، حتى أشده. هسه راح أشده بهاي الطريقة من النص، ولازم أشده أكثر من مرة حتى يثبت. هسه ثبته وشديته زين. راح أقصه بهاي الطريقة، أدخل المقص هيج بالخيط وأقصه من هنا من هاي الجهة. والجهة الثانية هماتين راح أقصها بنفس الطريقة. أسويها هيج، أنكشها حتى يصير شكلها حلو، وأقص الزايد إذا بيها زايد أو أكو وحدة ما مقصوصة أقصها، وصارت عندي بهذا الشكل. هسه راح أسوي وحدة ثانية هماتين حتى تضبطون الطريقة شلون سويتها. اللي أول مرة يشوف قناتي لا ينسى الاشتراك واللايك والجرس. هماتين 40 مرة ألفه.
راح اسويها بنفس الطريقة اللي سويت فيها الأولى. هسه راح اسوي الباقيات كلهن وراح ارجع لكم. اسوي كمية كافية على هذا الكاربت. هسه كملتهن. راح أبدي ألصقهن بالمسدس. أول شي راح أسوي الحافة لونها سمائي، والبالنص راح أسويه ملون. انتم حسب إذا تردون يعني كليتها لون واحد أو تردون ملون مثل ما أنا سويت، حسب رغبتكم انتم. وهسه كملت الحافة السمائي وبديت بالوسط اللي ملون. اللي ما مشترك بالقناة لا ينسى الاشتراك ويفعل زر الجرس، واللي مشترك بالقناة خلي يفعل زر الجرس حتى يشوف كل جديد مني. هسه اللي هنا كملتها وهي سهلة وبسيطة، وإن شاء الله عجبتكم وإن شاء الله تجربوها.